قدم سلاحك. تحية شهداء. كما أصيب أكثر من 21,000 من المقاتلين بإصابات مختلفة. وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نستذكر هؤلاء الأبطال العظام، ننحني إجلالا لذكرى الشهداء ومتمنين الشفاء العاجل لجرحانا، هؤلاء الذين لولا تضحياتهم لما تحقق لنا جميعا هذا النصر. As more than 11,000 martyrs of our forces, leaders and fighters, as well as civilian victims who were the target of ISIS terrorism, and more than 21,000 fighters with different injuries. On this occasion, we cannot but to remember those heroes, pay tribute to the memory of the martyrs, and wish the urgent recovery for our wounded soldiers. Without their sacrifices, we would not grant this victory. في الختام نؤكد بأن حربنا ضد إرهاب الداعش ستستمر حتى تحقيق النصر الكامل والقضاء على وجوده بشكل كلي. وفي نفس الوقت نعلن للرأي العام العالمي وحلفائنا بأننا نحتاج إلى مزيد من الدعم، وذلك للبدء بمرحلة جديدة لمحاربة إرهابي داعش من خلال الاستمرار بحملات عسكرية وأمنية دقيقة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي بهدف القضاء الكامل على وجود العسكري السري لتنظيم داعش المتمثل في خلاياه النائمة، والتي ما تزال تشكل خطرا كبيرا على منطقتنا والعالم بأسره. وشكرا. الرفاق في قيادة قوات سوريا الديمقراطية